ازاي تقدر تستمر في الصفقة وتجيب اعلى بروفيت ممكن توصل له الصفقة. اوكي، انا هاني العطار وجاي اجاوبك على السؤال ده. اول هام لازم تكون عارف هيكلة السوق او حركة السوق والسعر ماشية عاملة ازاي. تمام. رقم اتنين، لو عايز نصيحة مني، ابدأ شوف حط اللوت سايز بتاعك، قسمه على 3 صفقات او على صفقتين، يعني نسبة الريسك بتاعتك، وادخل الصفقة مرتين او 3، وحط هدف اول وتاني وتالت علشان تقدر تاخد اكتر من بروفيت مع بعض. تمام، دي رقم واحد. طيب خليني اقول لك، اعلمك على حاجة سريعا، بس الحاجة دي عايزك تجربها الاول. اول حاجة هتيجي على علامة زائد اللي تحت دي كده، وتضغط على كلمة انديكيتور، وتبدأ تكتب ZLSMA. اوكي، وتختار تتاكد اللي هي اول واحده اللي هي الفيرفايد دي كده، المؤشر نفسه هيبدا يتضاف معاك بالشكل ده كده. تيجي تضغط عليه دبل كليك وتختار تتاكد ان دي 50. بس كده بس كده، دي اول نقطه. رقم اتنين، هتيجي هنا على ال3 نقط اللي في الجنب تحت دول كده، وتيجي تحت تختار حاجه اسمها الكاندل تايب هنا، وتيجي تختار شمعة الهيكيناشي او الهيكيناشي كاندل دي كده. تمام، هو اتحول معاك بالشكل ده كده. رقم اتنين، هتنزل على تايم فريم ال5 دقايق. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ادخل التريده بتاعتك عادي جدا. اوكي، ادخل التريده بتاعتك عادي جدا جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله. بعد ما تدخل التريده والتريده بدات تشتغل معاك علشان تعرف تستمر فيها لامتى، هتروح عامل الخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، وتنزل على ال5 دقايق. دي اكتر حاجه انا جربتها وكان جايبه نتيجه على شمعة ال5 دقايق كمقياس. والموضوع شغال حلو جدا على الازواج العاديه، لكن الذهب والاندكسات لا، مش مظبوط. اوكي، لو خدت بالك هنا هتلاقي ان مجرد ما الشمعه بدات تنزل هنا تكسر هنا وتقطع، نزل مكمل، بدات تعكس وقطعت الخط لفوق، بدا فضل مكمل. يعني لو انت داخل مثلا سيل من المكان ده هنا كده، خلاص وصلت هنا، انت مستمر في التريده، لقيت السعر بدا يعمل شموع خضرة كده وصعد وقطع، طالما قطع الخط هنا خلاص اطلع من التريد. ده كده معناه ان هو هيكمل صعود لفوق. اوكي، جربوا الكلام ده كده على الديمو الاول، جربوه مره اتنين وتلاته، ويبقى شاركوني بالتجربه بتاعتكم. اوكي.